السلام عليكم اخوان، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجت نجيب شي سخره من الحانوت، كنجبر بعض الاطفال كيلعبوا في الحي. واحد من ديك الاطفال سب واحد الطفل اخر وسب له الام ديالو، وناض داك الطفل قال له ما تسبلياش الام ديالي، الام ديالي ميته. الجمله صراحه اللي حرقتني في القلب ديالي وخلاتني نطرح بزاف د الاسئله. انا ولا انت ولا انت اللي باقي الوالدين ديالنا في الحياه، واش حنا فعلا بارين بالوالدين ديالنا؟ واش كنعاملوهم بما امر الله عز وجل وبما امر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الاب اللي الحياه ديالو كامله هو كيضرب فيها تماره ويتعب، قيل في الشمس والعذاب وكذا، غير باش يوفر لك ما تاكل وما تشرب وما تلبس ودقرا تبني المستقبل ديالك. والام نهار اللي كطيح في كرشها وهي في واحد الالم والتعب والمعاناه اللي كيعلم بها الله عز وجل. هاد جوج الاشخاص اللي كيعطيو من حياتهم وكيعطيو من دمهم ومصحتهم غير باش انت تكبر في واحد الظروف اللي مزيانه ما ينقصك والو ويشوفوك غا بخير. هذاك هو الهدف ديالهم في الحياه. كنجبروا بعض الاشخاص اللي ما كيعرفوش بالقيمه الوالدين ديالهم اولا بالقيمه البر الوالدين. فالله عز وجل قارن الامر ببر الوالدين بالامر بتوحيده، وقارن سبحانه وتعالى الأمر ببر الوالدين بالأمر بالنهي عن الشرك به. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ربنا سبحانه يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ربنا سبحانه يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهذه الآيات كيخليونا نشوفوا كيفاش الله عز وجل قارن الأمر ببر الوالدين بالأمر بتوحيده وبترك الشرك به. وجاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال الرجل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سبق بر الوالدين على الجهاد باش تعرف هنايا عظمة البر الوالدين. من بر الوالدين أن الإنسان يطيع الوالدين ديالو، يسمع الكلام ديالهم في المعروف، يعاملهم بأدب واحترام، يدعي لهم، يساعدهم في الحياة اليومية ديالهم، يحاول ما أمكن يدخل على قلبهم الفرحة والسرور، ويصبر عليهم وخصوصا ملي كبروا. وهذا الشيء هذا كامل وما ترجع لهم شيء ولو شوية من اللي دوزوا معه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. أي أن الشخص اللي قاطع الود الأب ديالو، الله عز وجل كيظلم له الوجه ديالو والحياة ديالو. أي حاجة دعت في حياتك ما تكون لكش منها، لأنك قاطع البركة الحقيقية. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لأن ما عندكش ما تزيد اكثر من هذه المساله هذه، ان في الرضا الابوين ديالك ولا الاب ديالك رضا الله عز وجل، وفي سخطهما سخط الله عز وجل. شنو خصك تعرف اكثر من هذه المساله هذه؟ ولهذا الاخوان اللي باقي الوالدين ديالو في الحياه فليغنم برهما، لان الطاعه عن قريب تزول وكيمشي معظمها. لهذا حاولوا ما امكن تغتنموا الفرصه تبروا الوالدين ديالكم ما حدهم باقيين في الحياه، لأنك تفقد ديك دعوة سير الله يرضى عليك ابني، سير الله يحفظك وكذا وكذا إلى آخره. هذا اغتنموا الفرصة، حاولوا تكونوا مرضيين للوالدين باش ترضيو الوالدين ديالكم وترضيو الله عز وجل. وبر الوالدين هو واحد الموضوع طويل، حاولت نختصر لكم في بعض النقاط. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. وفي الآخرة الإخوان اللي بقى الوالدين ديالو على قيد الحياة، الله يخليهم له، الله يحفظهم، الله يبارك لهم في الأعمار. واللي توفوا الوالدين ديالو اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اسكنهم فسيح جناته. سلام.